بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وحبايبي واخواتي خارج مصر وجوه مصر، ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنبتدي كده مع بعض. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل ايه؟ السمك الفيليه المشوي. فالمقادير عبارة عن نص كيلو سمك فيليه قشر بياض، وديت جزراية مبشورة، ودول بصلاية كبيرة، وقرن فلفل رومي. ودي التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك، عبارة عن توم وكزبرة وكمون وبابريكا وملح وهرسة شطة وليمون، وهنحط عليهم حبة زيت عباد. المهم الملح هيبقى قليل لان انا حاطه على هرسة الشطة ملح اصلا، فهنضربهم في الكبة ونتبل السمك. بعد ما ضربنا التوم والبابريكا والكزبرة والملح والعناصر عليها الليمون والكمون، طبعا حطينا لان اساس السمك الكمون. نعصرهم ونحيا بيه الحاجات دي، نحيا بيها السمك. اعملي لي اشتراك في القناة واعملي لي لايك، اشتركي لي في القناة واعملي لي لايك عشان يوصلك مني كل جديد. نتبل بقى السمك بتاعنا، قلبي بايدك، حطي بقى على السمك، قلبيه كله في بعضه. بعد ما تبلت السمك بتاعي، بصي الريحة روعة، بصي ريحة الخلطة اللي حطيتها على السمك. اعملي بايديكي معلش، مش بالمعلقة، انا عن نفسي هعمل بايدي. المهم نحط في قاع الصينية البصل والفلفل اللي احنا مقطعينه والجزر. وحطش عليهم الجزر. انا حطيت هنا هو حبة زيت، معلقة زيت على التتبيلة والسمك. نروح حاطين نرص السمك بتاعنا، نرصه كده، هتاكليه هيبقى حلو قوي. بصي حطي بقى التتبيله بتاعتك دي بحبه ميه كده، حوالي كوبايه ميه، ومعلقه زيت، حوالي معلقتين زيت في الطاسه، في الصينيه قصدي. مش كتير. نولع عليه الفرن بتاعتنا ونزوده تاني نص كوبايه ميه، هنزوده تاني نص كوبايه ميه، ونولع عليه الفرن بتاعنا، نحطه على الشبكه من فوق كده. بعد ما الفيليه استوى اهو في الفرن، هنطلعه في الصينيه، رشينا عليها بقدونس، نقدمه طبعا جنبي رز، جنبي بطاطس محمرة. ريحته روعة بجد. الطريقة دي هتعجبك، واعملي لي لايك وانت بتتفرجي، واشتركي لي في القناة لو كنت لسه مشتركتيش. وهنقدمه مع سمك مشوي شوية في البيت وصبيت مقلي، ونحط الرز بتاعنا او بطاطس محمرة، والف هنا. واعملي لي لايك وانت بتتفرجي. شكرا.